بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالجميع في قناة يوميات كوكا. مشاهدي الكرام، الفيديو تاع نهار اليوم خاص بوصفة التريمولين. التريمولين سي ان سكر انفيرتي او نقولوا عليه السكر المحول. اذا راكم رايحين تشوفوا في هذا الفيديو بعض النصائح وطريقة التحضير. اذا هنا راني رايحة نستعمل معاكم غراماج صغير. اذا تبعوا مليح لا فيديو حتى للنهاية. اذا في كسرونة هنا نحتاج كاس أو كيلة من السكر كريستاليزي. السكر العادي ما يعادله نصف كاس من الماء، ولا حبذا الماء يكون مسعيدة كما نقولوا حنا ماء مقطر. إذا هنا قلنا كيلة من السكر العادي يقابله نصف كيلة من الماء. إذا نحركو هكذا مليح يعني نوعا ما باش يذوب لنا هذاك السكر، ونحطوه على نار قليلة جد هادئة. إذا يذوب معنا السكر، يرفد الغلية برك نحيوه فوق النار. إذا هنا ونحتاج كذلك هذا الحمض الستريك، راهو ينباع في كل المحلات لوازم الحلويات، بيع لوازم الحلويات. إذا هنا نحتاج كذلك في الأخير الكربونات، بيكربونات الصوديوم. إذا قلنا بعد ما يرفد الغلية نحيوه ونضيفوا له حوالي قرصة من حمض الستريك، ونقدروا نعوضوا هنايا حمض الستريك بعصير نصف حبة ليمونة صحيح. إذا هنا قلنا نحتاج نعوضوا حمض الستريك بنصف حبة ليمونة. إذا هنا نحرك شوية كما راكم تشوفوا، نعاود نرجعوا للنار على درجة قليلة قلنا دائما، يعني كي نرجعوه المرة الثانية إذا هنا كذلك ما يطولش معنا، يرفد الغلية ونحيوه. إذا هنا وراكم رايحين اليوم تعرفوا معنا وعلاش نخدموا بهذا التريمولين، لأنه من أهم السكر اللي نستعملوه في كل الحلويات اللي نخدموها، راح يعطي فرق في الطعم وفي الرطوبة وفي مدة صلاحية الكيكات اللي نخدموهم، أي لا باتيسري، وحتى في كل الحلويات التقليدية والحشوات أو يعني المثلجات اللي يخدموهم أصحاب المحلات. وكذلك قلنا الحلويات التقليدية باش تجينا معسلة وبنينة، إذا كمقروط اللوز والدزيريات والكعكات إلى آخره. إذا هنا باش تقعد الحلوى ديالنا طرية ومعسلة ويعني وداينا إلى تقعد لنا كما يقولوا دايي، ما تفسدش معانا باسكو هذا السكر المحول راه يحتفظ بالرطوبة ديالها. إذا هنا بعد ما رفد الغلية المرة الثانية نحيوه من فوق النار ونخليوه حتى يبرد معانا، يولي دافئ نوعا ما، نقدروا نتوشيوه بصبعتينا. في هذه الحالة هنا نضيفوا له حوالي نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم. إذا أنا هنا قلت لكم نصف ملعقة لأنني استعملت كاس فقط من السكر، أما نتوما كي تستعملوا كمية يعني كبيرة طبعا راكم رايحين تضاعفوا المكونات، تقدروا ديروا ملعقة كاملة من البيكربونات الصوديوم. إذا يعني كما يقولوا تبعوا على حسب المقادير اللي راكم رايحين الكمية اللي راكم رايحين تستعملوها أو تخدموها. إذا هنا بعد ما قلنا برد ولا دافئ ضفنا له ذيك نصف ملعقة تاع بيكربونات الصوديوم، ونقعدوا نحركوا هكذا مع التحريك المستمر حتى تشوفوه يعني دار هذيك الرغوة البيضاء نورمال ويعاود يولي لطبيعته. إذا نخلوه يبرد تماما ثم نحطوه في علبة بلاستيكية محكمة الإغلاق. وشوفوا هنايا القوام ديالو بعد ما برد معنا تماما راهو رايح يزيد يثقل معنا ويعطينا هذا القوام. إذا قلنا هذا التريمولين يعني جميع صناع الحلويات سواديزون في المحلات وبيان الحلواجيات كامل يستعملوا هذا التريمولين، لأنه يعني حاجة مليحة وتقعد تحتفظ لنا بالحلوى ديالنا وما تفسدش معنا وتداوم على الرطوبة الطراوة عفوا.
تاع الحلوى ديالنا. إذا إن شاء الله كنا أفدناكم في هذا الفيديو ولو بالقليل. نقول لكم جربوا الوصفة لأنها تحتاجوها في الحلويات. إذا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو آخر، نحبكم، سلام.